يعني مثلا إبراهيم بعث من بابل العراق، موسى من مصر، عيسى من فلسطين، أماكن فيها تجمع. المعنى إيش؟ لا تروح الأطراف تحوم، تعال في عمق المشكلة عشان تستطيع تحلها وتنتشر وتستطيع أن تتوغل وتوضح فكرتك ورسالتك. وهذا أحد أهم مبادئ هذا الإسلام اللي يجب أن نفهمه بشكل كبير. ولذلك هذا هو مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول تعامل مع الناس بهذه الطريقة. مكة هنا كان يوجد فيها بيوتات يسمونها الألوية الحمراء، هذه بيوتات السهرات الليل، سهرات الليالي الحمراء كما تسمى. ما تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا كسر أصنام أهلها، لأن جاء الإسلام بقوته ودولته واعتزازه العظيم، ثم بدأ يتغير الأمر رأسا على عقب. قريش الآن هي جالسة، النبي صلى الله عليه وسلم حتى هنا كان يصلي في الكعبة، ما بنى مسجد يقول بعتزل عنهم، بنى مسجد في المدينة. ولذلك هو هذه ولذلك الله يقول إنما أنت مذكر، إيش؟ لست عليهم بمسيطر. هدفنا مو بالسيطرة على الناس، إنما أنت يا محمد مذكر لست عليهم بمسيطر. احنا ما نبغاك تسيطر على الناس استبداد وقوة وفرض بالقوة، لا 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 لا. وبدأت الدعوة تنتقل من دعوة خاصة إلى دعوة عامة. اليوم المسلمين بدأوا يكثرون ويقتربون ويحبون هذا الإسلام، وبدأت الناس كل يوم يدخل في هذا الإسلام عدد، وانتشر خبر الإسلام في كل مكان.